مش اللي زعلان من حد ما يستخدمش الهدية بتاعته؟ ايه اللي جابك؟ مش قلتي مش عايزة تعرفيني تاني؟ أنا أسفة يا جميلة، الكلام طلع مني وأنا متضايقة، وبجد الموضوع مأثر فيا قوي، فما عرفتش كنت بقول إيه. سامحيني لو سمحتي وطمنيني، في حاجة جديدة حصلت؟ كنت متضايقة جدا بس الحمد لله المدير أقنع بابا إنه ما ينقلش ورقي غير بعد امتحانات آخر السنة علشان مستقبلي. طب هايل، دي فرصة كويسة ووقت أطول عشان نقدر نتصرف ونشوف حل. مش قلتي برضو مش هساعدك تاني وماليش دعوة؟ مهتمة تاني ليه؟ انسي كلامي بقى، أنا وماما وكل الناس معاكي لحد ما نلاقي حل، وده ممكن يساعدني أخرج من الزعل اللي أنا فيه، فسامحيني بقى. انتي أكتر صاحبة بحبها، ما أقدرش أزعل منك. وكمان كنت أنانية علشان كنت بفكر في مشكلتي وبس، وما فكرتش في مشكلتك. بس ايه الكاب اللي انتي لابساه ده؟ عشان محدش يشوفني ويكلمني على الماتش. هارد لك يا نورة، إن شاء الله تكسبي الماتش الجاي. كنت استنيت اعتذرلك في البيت وخلاص. ايه يا نورة؟ مختفية فين يا بنتي؟ أنا بعتلك كتير. أنا مش عارفة مين اللي جاله الجرأة إنه يعمل كده. أكيد هنعرفه وقريب كمان. أنا هروح لميس رضوى وارجع لكم. هايلة يا نورة إنك رجعتي للمدرسة بسرعة وما استسلمتيش لزعلك. أنا كنت جاية النهاردة الجميلة مش أكتر، وكل البنات بيسألوني عن الفيديو وأنا ما بحبش أتكلم عنه. ما تخليش حاجة زي دي تأثر فيكي، كملي كأن ما حصلش حاجة. كلنا في حياتنا بننجح وبنفشل، ما ينفعش حد يكون ناجح دايما ولا هيفشل دايما. افتخري بنفسك. شكرا لكلامك يا ميس رضوى، هعمل كده. على فكرة، أنا عندي خطة هتساعدنا في موضوع جميلة. بجد؟ إيه هي؟ لازم بابا جميلة يشوف بعينيه إيه اللي ممكن يحصل من الجواز ده وإيه الخطر اللي هيقابل بنته، ومفيش أحسن من إننا نعمل ده في شكل مسرحية. تقصدي نعمل مسرحية عن موضوع جواز القاصرات واللي بيحصل بسببه؟ بالظبط. هينفع ننفذها في مسرح المدرسة؟ أكيد طبعاً، لازم نعمل نشاط مسرحي قبل آخر السنة، وأنا المسؤولة عن الفريق. إحنا كنا هنعمل حاجة عن الحفاظ على البيئة، بس ده برضو موضوع مهم جداً والإدارة أكيد هتوافق عليه. طب نقدر إمتى نقعد مع جروب المسرح؟ ممكن أجمعهم دلوقتي ونتناقش. أنت جاهزة؟ أنا جاهزة جداً ومتحمسة. ودلوقتي زي ما شرحت لكم يا ولاد، الموضوع أكبر بكتير من مجرد عرض مسرحي. لو قدرنا إننا نخلي الناس تقتنع بالفكرة وتصدق الحالة، ده ممكن يغير حياة زميلة لينا للأحسن. مش بس شخص واحد، ممكن تفكير ناس كتير يتغير عن موضوع جواز القاصرات، ونبقى وصلنا رسالة وحققنا هدف. وعلشان انتوا جزء من العمل ده، حبيت أجمعكم مع نورة صاحبة الفكرة. اتفضل يا كريم، قول رأيك، حابين نسمعه. في حكاية قريتها من فترة عن محكمة ضمير عملها أب لنفسه لأنه تسبب في موت بنته لما جوزها لراجل كبير، فبقى هو اللي بيدافع عن نفسه وبيحاكم نفسه بكل صراحة. هايل، فكرة كويسة ومعبرة. فعلا ومناسبة جدا للي بنفكر فيه. وأنا عندي معلومات عن قصص سمعتها من مامتي ممكن أشارك بيها. وممكن برضو نعزم حد من المهتمين بالقضايا اللي زي دي يحضر العرض. أنا مبسوطة جداً بحماسكم، وأكيد هنقعد وننفذ كل اقتراحاتكم. بس أكيد دور البطولة هيكون من نصيبي. طب وليه مش أنا؟ الدور محتاج أب، وده البطل، فأكيد أنا اللي هعمله. يا ولاد مش وقت الكلام ده، أول لما نبدأ البروفات هنقسم الأدوار. اصبروا انتوا بس شوية.